فيديو الأسبوع الفات كان عن فيلم ماذر اللي هو بطولة جينيفر لورنس، وفيديو هذا الأسبوع هو عن جينيفر لورنس. أعتقد فيديو الأسبوع الجاي راح نجيب بيه صور عرس وأبو جينيفر لورنس. السلام عليكم، همين وياكم علي البهار من قناة واتوج. الفيديو اليوم راح يكون عن جينيفر لورنس، واحدة من أروع وأغرب وأخبل نجمات هوليوود. إذا نريد ننطي هوية تعريفية بسيطة عليها، نقول أنه هي من مواليد 15/8 سنة 1990. انولدت بولاية كنتاكي الأمريكية، طولها 175 سنتيمتر وتكتب بإيدها اليسرى. حلمها من كانت صغيرة أنه تكون دكتورة، واعتقد لازم كلنا نقول الحمد لله أنه هي ما طلعت معدل. How would you describe Jennifer Lawrence in one word? Nice. I'm nice. اكتشافها بالصدفة مصور فوتوغرافي كان دا يسوي حملة إعلانية لماركة ملابس H&M. شافها وقفل وقال لازم نخلي اسمها ومعلوماتها بالوكالة عندنا حتى نشوف لها دور بالسينما. كلنا لازم نقول له ألف رحمة على والديك على هالاكتشاف هذا. ظلت اسمها ومعلوماتها بالوكالة إلى حد ما لقت أول دور كان بمسلسل مونك سنة 2006. كان مسلسل تعبان، وظلت وراها تسوي أكثر من دور بفيلم ومسلسل وكلهم كانوا تعبانين، لحد ما وصلنا إلى سنة 2010 وسوت فيلم وينترز بون. وبهذا الفيلم كان إلها أول ترشيح للأوسكار عن دور أحسن ممثلة وهي عمرها 20 سنة بس. Mike Satterfield, A1 Bonds. What is it you want? We hold the bond on Jessup Dolly. He didn't show for court. That ain't no run. لكن الفيلم اللي قدمها كنجمة صف أول وبطلة أفلام إلى يومنا هذا كان الجزء الأول من سلسلة هانجر جيمز، وبرأيي هذا الفيلم رائع جدا جدا. إنتاجه كان سنة 2012 وحقق بوقتها 407 مليون دولار فقط داخل أمريكا. سنة 2012 كانت سنة ذهبية كلش بالنسبة لها. سوت الجزء الأول من هانجر جيمز وطقت به، وسوت ويا برادلي كوبر فيلم سيلفر لينينج بلاي بوك، وترشحت عن دورها كأحسن ممثلة للأوسكار وفازت بها، وكان هذا هو الأوسكار الوحيد بحياتها لحد الآن. وبالمناسبة هي ترشحت للأوسكار 4 مرات، فازت منهم مرة واحدة بس، وفازت بالجولدن جلوب 3 مرات. And the Oscar goes to Jennifer Lawrence. Silver Linings Playbook. This is the first Academy Award and second nomination for Jennifer Lawrence. She was previously nominated in this category for Winter's Bone. حكينا هواية عنها، يلا نبدأ ويا الأفلام وأرشح لكم أحلى 4 أفلام كانت من بطولة جينيفر لورنس. سلسلة هانجر جيمز سلسلة رائعة، ورغم أن كل الأفلام اللي بيها كانت حلوة لكن الجزء الأول والثاني كان لهم تميزهم. ويحكي الفيلم عن فكرة حرب سنوية تصير كل سنة بموعد ثابت بين أفراد الشعب بهذا العالم بشروط واختيارات معينة راح نعرفها أثناء الفيلم، وإلى تعقيدات وأسرار درامية كلش حلوة تمشي ويا الأحداث. ورغم أنه نهاية هذه السلسلة كان ممكن تكون أحلى وأقوى، لكن تبقى هاي السلسلة من أحلى الأفلام اللي أنا شايفها. Hello. Is he asking me on a date? She didn't seem that impressed. فيلم باسنجرز، فيلم درامي رومانسي خيال علمي، وبهالتسلسل يعني حتى اللي ما يحب أفلام الخيال العلمي يخليه يشوفها، لأن الخيال العلمي هنا على هامش القصة. شكلت بهذا الفيلم جينيفر لورنس ويا كريس برات ثنائي رائع جدا، وانفتحت إلها الساحة حتى تثبت نفسها كممثلة أدوار هاد أو رومانسية، مو بس أدوار معقدة وأدوار بيها انفعالات. قصة الفيلم كانت تحكي عن 2 جمعتهم ظروف معينة حتى يعيشون فترة طويلة داخل مركبة فضائية. هذه المركبة منين جاية وين رايحة وش راح يصير بيناتهم، هذا اللي راح نعرفه بالفيلم. والكيمياء بين الأبطال كانت عالية كلش. وللعلم هذا الفيلم هو من أفلام البيئة المغلقة ومن بطولة 3 ممثلين فقط.
If she's compromised, she will be eliminated. What have you done? You belong to them. They'll never let you go. I'll find a way. ريد سبارو، فيلم الجريمة والغموض الرائع، يحكي قصة راقصة باليه روسية تضطرها الظروف أنه تشتغل ويا المخابرات السوفيتية، وبنفس الوقت تكون المخابرات الأمريكية تحاول تجذبها إلى جانبها. فيا ترى ايش راح يصير؟ هواي ناس كرهوا هذا الفيلم بسبب مستوى الإباحية المرتفع اللي بيه، لكن القصة كقصة كانت رائعة جدا. كلش تعجبني هذه النوعية من الأفلام اللي تطبخ الأحداث على نار هادية، وبالأخير تنطينا تويست ما متوقع يشرح كل اللي صار. ذكرني كلش هواية بفيلم أنجلينا جولي سولت. هذول الفيلمين اثنينهم قويات كلش، واثنينهم أنصحكم بهم. We spend all our time here. I want to make a paradise. She redid all of that, every last detail, and she breathed life back into every room. فيلم ماذر. لا ما راح احكي لكم عليه هالمرة، مجرد راح ارشحها لكم وخلاص. اللي يحب يعرف رأيي بيه ومعلومات اكثر عنه خليه يشوف الفيديو السابق بالقناة. اكو افلام كانت شخصيتها داخل الفيلم رائعة، لكن الفيلم كفيلم كان جيد ما وصل للممتاز، مثل فيلم امريكان هاسل اللي كان دورها بيه رائع، رغم انه هو كان شخصية ثانوية لكن كان مؤثر وملحوظ وقوي جدا. كان في الدور مجنون وغريب، وحسيت هذا أقرب دور لشخصية جينيفر لورنس الحقيقية. وأيضا فيلم سيلفر لينينج بلاي بوك اللي كان ويا برادلي كوبر كان دور رائع جدا ومؤثر، ومثل ما قلنا أخذت عنه الأوسكار. You know what? Forget I offered to help you. Forget the entire fucking idea. Because that must have been fucking crazy. Because I am so much crazier than you. Keep your voice down. I'm just the crazy slut with a dead husband. Forget it! Shut the fuck up. You shut Tiffany, up! hey, Tiffany. أما الأفلام اللي ما حبيتها وكانت من بطولة جينيفر لورنس فهم فيلمين، فيلم جوي وفيلم وينترز بون. اثنينهم كان بيهم قصة حلوة، لكن الأحداث كانت تتحرك بيهم ببطء شديد كلش، بحيث مليت وطقت روحي والفيلم بعد ما خلص. Never speak on my behalf about my business again. وهسه خلي أقول لكم شوية معلومات سريعة ومنوعة عن جينيفر لورنس، وراها راح نشوف الفيديوهات اللي وصلت منكم عن رأيكم بها. Thank you. You guys are just standing up because you feel bad that I fell, and that's really embarrassing, but thank you. جينيفر لورنس هي ثاني أصغر حاملة أوسكار، فازت بها وعمرها 22 سنة بس. جينيفر لورنس هي واحدة من 25 ممثلة فقط اللي فازوا بالأوسكار عن فيلم تصنيفه كان كوميدي. أعلى أجر لجينيفر لورنس كان 20 مليون دولار في فيلم باسنجرز، وبالمرتبة الثانية كان فيلم ريد سبارو 15 مليون. أما عن فيلم ماذر فأخذت فقط 8 ملايين. واضح أنه هي كانت مستقتلة حتى تكون بهذا الفيلم. جينيفر لورنس عندها منظمة باسمها تدعم الأطفال والعوامل اللي تساعدهم على الإبداع، هيك افتهمت من الويب سايت. جينيفر لورنس كانت الممثلة الأعلى دخلا سنة 2015 و2016. أكثر ممثل مثلت وياه بالأفلام كان برادلي كوبر، حسب ما أتذكر 4 أو 5 أفلام كانت بطولة مشتركة بيناتهم. وهسه يلا نشوف الفيديوهات اللي وصلت منكم واللي حكيتوا آراءكم بيها بجينيفر لورنس. فيلمي المفضل لجينيفر لورنس The Hunger Games الجزء الأول، بس الأجزاء الثانية ما استوعبتها، وحتى هي نفسها ما استوعبتها بأي فيلم تاني، يعني ما حبيت أفلامها الثانية نهائي. السلام عليكم. بالنسبة للفنانة جينيفر لورنس، أكيد فنانة ذكية تعرف تختار أدوارها بصورة صحيحة تخليك عايش بأجواء الفيلم وما تخليك تشعر بالملل. شكرا لك على هذه الفرصة مرة ثانية، وتحياتي إلك. مرحبا عائلة وات تو واتش. جينيفر لورنس أفضلها بالأفلام الدراما مثل ريد سبارو الأخير، فيلم ماذر كان رهيب كلش. باسنجر أنا كلش من عشاق الفيلم هذا. ما أدري ب10 ثواني شو أقول بعد عنها، هي عندها أفلام حلوة وعندها سلبيات. أنا شخصيا أبد ما متابعة أفلام جينيفر لورنس، بس آخر فيلم إلها أعتقد ريد سبارو كان كلش حلو، فحسيتها هي راح تكون النكست أنجلينا جولي. جينيفر لورنس طبعا أنا أحب شكلها، أحب تمثيلها، وبعدين أحب
أكثر فيلمين مميزات لها اللي هو باسنجرز وريد سبارو. شكرا لكل اللي دزوا فيديوهاتهم، واعتذر ما قدرت انشرها كلها لان الوقت حكمني. خلصت الكلام اللي عندي اليوم، واتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولا تنسون تسوون فولو لصفحتي على الانستغرام، ومثل ما قلنا اللايك ما يضر والكومنت يفيد كلش، والسبسكرايب احلى شيء بالدنيا، وانه تسوون شير للفيديو على صفحاتكم هذه احلى واحلى. مع السلامة. شكرا لكل اللي شافوا الفيديو، واللي ما شايف الفيديوهات السابقة راح تطلع على جانب الشاشة، شوفوها واكتبوا لي آراءكم، ولا تنسون تسوون سبسكرايب للقناة وتفعلون جرس التنبيهات حتى توصلكم رسالة كل ما ينزل فيديو جديد.